في شهر شعبان لعام 1447 هجرية، والذي يوافق يناير 2026، حدثت في مدينة تيزنيت الواقعة في منطقة سوس معلومة مؤثرة جعلت حيا بالكامل يعيد التفكير في معنى الصبر وأهمية الخير الذي يظهر في أحسن الأوقات. الرجل المدعو عبد السلام آية الطالب يبلغ من العمر 36 عاما، من مواليد مدينة تزنيت، ويعمل كحرفي تقليدي متخصص في صناعة المجوهرات الفضية. يعمل بيده ورزقه محدود، لكنه معروف بأمانته ومساعدته للناس دون انتظار أي مقابل. في يوم 9 من يناير 2026 حصل ما لم يكن في الحسبان. أدى تماس كهربائي في محله إلى اندلاع حريق صغير في امتداد دقائق. تدخلت فرق الحماية المدنية وانطفأت النيران، لكن الآلات والأدوات وأعوام من العمل تحولت إلى رماد. وقف عبد السلام أمام محله ينظر إلى الدخان، وشهر شعبان يتقدم ورمضان يقترب، ويجد نفسه بلا عمل أو دخل. تفكر فقال: ربما يكون هذا الشهر هو الاختبار الحقيقي. في يوم الجمعة الموافق 16 من يناير عام 2026 دخل المسجد الكبير في تزنيت. تحدث الخطيب عن فضل شهر شعبان، وأوضح أن الأعمال ترفع في هذا الشهر، وأن الصبر أثناء الأزمات لن يذهب سدى. وصلت كلمات الخطيب إلى قلب عبد السلام. غادر عازما على عدم طلب المساعدة من أي شخص سوى الدعاء والصبر والاعتماد على الله. مرت الأيام ببطء، كان الجميع على دراية بما حدث، بينما كان هو صامتا يعين بما يستطيع ويكرر: الله هو الشاهد. في يوم 24 من يناير عام 2026 زارت الجمعية المحلية للحرفيين في تزنيت محله. شاهدوا حالته واستمعوا إلى قصته وقرروا أن يتحركوا. في غضون أيام قليلة نظمت حملة تضامن، تبرعات وتوفير أدوات جديدة ودعم من مستثمر محلي لمساعدته على إعادة بناء عمله. عرفت المدينة بالحادثة وشاهدها الكثير من الناس. قبل انتهاء شهر شعبان عاد عبد السلام لفتح محله من جديد. لم يكن كالسابق، لكن كان مليئا بالرضا. قال عبارة مؤثرة وجت صدى: لقد كسرتني الخسارة، لكن الصبر والنوايا أعاداني إلى الوقوف. الدروس المستفادة: الخير الذي تقدمه في صمت يعود إليك عندما تحتاجه. وشهر شعبان ليس مجرد شهر عادي، إنه شهر التوازن. من يصبر ومن يثق بالله، الله يغير حاله بطرق غير متوقعة. شهر شعبان شهر كريم، والخير يدوم.